كلها لازم تتشال وتبدأ من جديد. علشان تبدأ من جديد، وعندي اقتراح تاني، ليه ما نعملش النوادي دي خاصة لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات؟ يبقى رئيس النادي ده هيمسك النادي ده، هيشتريه ب10 قروش زي الدوري الإنجليزي، هيشتريه ب10 قروش. ال10 قروش دولت احنا لو لميناهم من جميع أندية مصر هندخل للدولة فيما يقارب 50 مليار جنيه. لو المزادات اتعملت على الأندية دي، يبقى كل واحد من جيبه بيشتري النادي، بيشتري اللعيب، هيبقى عارف ان اللعيب ده هيخسره، مش هيشتريه. هيعرف ان اللعيب ده بيكسبه، هيشتري النهارده ب1 مليون وهيروح يبيعه تاني يوم ب1 مليون و200، وهيروح يبيعه اخر الموسم، وهيجيب ناشئين صغيرين ببلاش، بعد كده يبيعهم بنص 1 مليون وب1 مليون وب5 مليون وب3 مليون وب4 مليون. ليه؟ لان دافع القرش من جيبه، فمش هيضحي بأي حاجة، فمش هيتلاعب. هيحصل حاجات كتير، فهيحصل طفرة في كرة القدم لو ده حصل فعلا، والكرة عندنا هتتطور أكتر، ويبقى مش هيبقى بقى ملك. أصل بص، النوادي، في رؤساء أندية ماسكين النوادي بتاعتهم زي ما يكون هو نادي أبوه، جاي أخد ورث، وبيتحكم فيه زي ما هو عايز، والأعضاء بيدفع لهم وبيجوا ينتخبوه غصب عنهم، لأن هو اللي بيدفع لهم الاشتراكات بتاعتهم السنوية. تمام، وما بيدخلش أعضاء جدد. طبعا في أندية كتيرة مش عايز أقول أسماء دلوقتي. تمام. يبقى علشان نجتنب كل ده، طب ما احنا ممكن نعملها خاصة، بس هتدفع بقى من جيبك، وتعلي بقى النادي ده، يبقى الجمهور فعلا بيشجع ده. هو طبعا لما هيجي يخسر هيبيعه، محدش هيقبل يخسر. لكن هو دلوقتي يقول لك ده انا بدفع من جيبي، بدفع من جيبك. طب وانت حابب تخسر ليه؟ طب ما تسيب النادي وتمشي، محدش ماسكك، محدش ضربك عن ايدك. اشوفكم في المرة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.